طيب خلينا بقى ندخل في العرايس والافراح، ويمكن احنا خلاص دخلنا على فصل الصيف ويعني الافراح بتكتر والكله بيبقى عايز يتجوز في الفتره دي. اي عروسه بتبقى عايزه تكون احلى واحده في يوم فرحها. المفروض ان هي قبل ما تيجي مثلا تتفق معاكي عشان عايزه تهتم ببشرتها، تعمل ماسكات، تشوف ايه الحاجات اللي تبقى مناسبه ليها، تبدا قبلها بقد ايه؟ يعني 3 شهور ده اتس ايديال، بس ما بيحصلش طبعا. بتبقى في عندها شهر اخرها العروسه يعني والله ولا شهر، هي اسبوعين اخرها مثلا 10 ايام، لان بتبقى مشغوله برضو مع حرام، بتبقى مشغوله في الشقه وفستان الفرح والشقه، يعني عندها حاجات كتير والدرس وما اعرفش ايه وبروفات وحاجات. بس هو الصح يعني 3 شهور. اللي مش صح قوي بس تمام بينفع شهر. اسبوعين ده بيبقى تحصيل حاصل، بنلحق نعمل اي حاجه كده، بتداري بس الديفوهات اللي في الوش بالميك اب وخلاص. بالظبط كده. طب بتقولي لها ايه بقى يا ريم؟ يعني ايه النصايح اللي انت بتديها لها؟ بتبدا بايه اول ما تصحى من النوم قبل ما تنام؟ بقول لها تبطل ستريس، وده ما بيحصلش طبعا. اقول لها لا، لازم سان بلوك وانت نازله، ولازم تعود نفسها على الميك اب. في عرايس بيسيبوا نفسهم قبل الفرح يبقى شكلهم وحش قوي، وسايبين وما بيحطوش ميك اب ومنكوشين كده وماشيين، وفجأة يوم عشان تبقى يوم الفرح تتحول، يعني يبقى شكلها متغير. بالظبط. اقول لها عودي وشك ان انت تهتمي بيه، وحبي نفسك، يعني حبي نفسك في اخر 6 شهور قبل الجواز، عشان ده كله عشان تكرهيه بعد كده. كل ده بيأثر يعني. ال6 شهور اللي قبل اي ايفنت مهم، خصوصا الجواز او كده، بيأثر في البشره وفي العضلات بتاعه الوش. يعني ممكن تبقى حتى احلى ميك اب في الدنيا وعامله شعرها يجنن والدرس تحفه، بس هي وشها مشدود، فتحسي ان هي بني ادمه ثانيه. النوم بدري، الصحيان بدري، طبعا ده اكيد عليه عامل. شرب الميه، كل الحاجات الطبيعيه دي اكيد برضو بتفرق. طبعا لازم ازازه لتر كده تبقى ماشيه معاه بجد. ميه، فيتامين سي، دول اهم حاجه للبشره. ميه وفيتامين سي.